حضروا حاجة تشربوها وتعالوا نتكلم شوية. أي فيديو كتبته على يوتيوب السكريبت بتاعه كان في دماغي في 3 حالات. الحالة الأولى إن أنا أكون اتكلمت مع حد قريب مني أو عملت سيشن كوتشنج واتكلمت مع كلاينت في حاجة وحبيت إن أنا أتكلم عنها في فيديو. النوع التاني إني أكون قريت حاجة وبرضه حبيت أتكلم عنها في فيديو. والنوع التالت هو إن أكون مريت بحاجة واتأثرت بيها جدا فحسيت إني عايزة أكتب وأتكلم عنها. وفيديو النهاردة من النوع الأخير. أحكي لكم أكتر تجربة صعبة أنا مريت بيها وأكتر حاجة في حياتي أنا ممتنة جدا لربنا إنها حصلت معايا وفخورة بيها. شفت فيديو بيقولك إيه؟ كل مقاصد الدنيا مقترنة بالسعي، وإن السعي مقترن بالغريزة، والغريزة بيحركها إما الحب وإما الخوف. فإذا حركها الحب نمشي وإحنا مبسوطين ومتلهفين إن إحنا نوصل، وإذا حركها الخوف نمشي وإحنا متوترين وقلقانين والمشوار نفسه بيبقى تقيل على قلبنا. هحكي لكم ليه قلت المثل ده في آخر الفيديو. لو أول مرة تشوفوني، أنا نانسي مراد، لايف كوتش، ومهتمة جدا بالقراية والبحث عن العلاقات وتنمية الذات والأنوثة. هحكي لكم كلام أول مرة أحكيه. من 11 سنة بالظبط جالي اكتئاب، وأنا ما كنتش فاهمة يعني إيه اكتئاب وما كنتش عارفة إن ده اكتئاب. رحت لكذا دكتور، كلهم كانوا بيطلبوا مني اخد ادوية، وانا كنت مقتنعة ان يعني ايه دواء اكتئاب. لحظة بتخض قوي لما بتكتشف حاجة انت كنت عطلان فيها من سنين، وخدت من عمرك وقت كبير وخدت من طاقتك ومن روحك. تبقى في منتهى السعادة انك فهمت، ومنتهى الحسرة على الوقت اللي راح، وبتحس بكوكتيل كده ما بين النضج والفرح والحزن، وهو انا كبرت ولا ايه، وازاي السنين دي عدت وانا مش فاهم. كوكتيل مشاعر خطير، بس بعدها بتبقى انسان تاني. روحت ل3 دكاترة اقول لهم نفس الاعراض، وال3 بيشخصوا ان انا عندي اكتئاب واني لازم اخد ادوية. مع 3 دكتور اقتنعت وفعلا بدأت اخد الدواء. بعدها بشوية شهور اتطلقت وسبت البيت بتاعي ورحت بيت تاني اعيش فيه انا وابني لوحدنا. كان عندي 23 سنة ومعايا طفل صغير عنده 2 سنين. الموضوع صعب قوي، اكتشاف الحياة بعد الطلاق. ابني صغير، انا عندي ديبريشن، المفروض اساعد نفسي عشان اقدر اساعده واقدر اشتغل واقدر اصرف على نفسي وعليه وابقى مسؤولة عن بيت وواجه المجتمع بعد الطلاق. مش هنتكلم دلوقتي عن رؤية المجتمع للست المطلقة، اكيد مش كله، بس في ناس كتيرة بتبدأ تشوف الست لما بتطلق كده بطريقة تانية مختلفة. مش هنتكلم عنها دلوقتي. الموضوع كان غريب جدا يعني. اكتر وقت انا كنت فيه مش فاهمة، مربوكة. هو انا المفروض اعمل ايه؟ هو انا هربي الولد ده ازاي؟ طب انا اصلا ايه اللي خلاني يجيلي اكتئاب؟ ومفروض اعمل ايه عشان اخرج منه؟ اعراض الدبريشن كانت قوية جدا، كانت مخلياني مش بنام خالص. يعني فكرة ان الناس تصحى تروح شغلها وترجع وتتغدى وتقضي يوم واتنين وتصحى وتاني يوم انا صاحية مش بنام. عارفين فيلم لا انام بتاع فاتن حمامة؟ دي كانت حياتي. كم القوة اللي ربنا اداهالي في الفترة دي، القوة على اني ابقى باخد دواء الاكتئاب ومهدئ ومنوم عشان اقدر اعيش حياتي وسرفايف. ان انا اكون في الفترة دي بدور على شغل وبحاول اسعى ان انا ارجع تاني اعيش الحياة. لان انا تجربة الاكتئاب دي على ما اكتشفتها ورحت للدكتور انا كنت بخاف اسوق، بخاف اخرج، ما بكلمش اي حد. انا شخص بيحب جدا يخرج ويسوق ويطلع على الطريق بالليل كده يسمع مزيكا ويروح اماكن كتيرة. لو صحابي في المعادي هروح لهم، لو صحابي في المريخ هروح لهم. كنت بطلت اعمل كل ده، بطلت اتكلم مع اي حد. فكرة الرجوع للحياة تاني ده بالنسبة لي، هو انا ممكن اعمل كده تاني؟
فكرة المسؤولية بتاعت ان في طفل صغير معايا بيتربى وانا عايزة اطلعه سوي وسعيد، عنده طاقة وحيوية وعايز حد عنده انرجي وعايز يلعب ويتنطط، وانا كنت بحب جدا اهتم بيه وبحب جدا ابقى مخلية بالي عليه، وده كان شيء بيفرق في سعادتي جدا. كم القوة اللي ربنا اداهالي وكم النظرة اللي اختلفت لكل الحاجات بتاعت الحياة غيرني جدا. النوم اللي احنا واخدينها حاجة for granted حسسني قد ايه لما كنت بالنسبة لي نعمة ان انا اغمض عيني ساعة، حسسني قد ايه ان النوم ده نعمة كبيرة جدا. ان انا اقوم واسعى وانزل شغلي او اقابل ناس او اعمل الحاجات اليومية اللي بعملها في البيت او في حياتي نعمة رهيبة. حسسني قد ايه الحاجات الصغيرة مهمة، وقد ايه الحاجات اللي احنا واخدينها مسلمات، صحتي وحياتي وكل حاجة مهمة. في يوم من الايام اللي انا كنت تعبانة فيها قوي قبل ما اكتشف ان انا عندي depression وابدأ اخد خطوة ان انا اروح لدكتور، مامتي كانت عايزة تخليني استحمى لاني ما كنتش قادرة اقوم لوحدي من قلة الاكل، وطبعا ما بنامش خالص وما باكلش، فما كانش عندي القوة ان انا اقوم. فماما قومتني عشان تحميني. حسيت ان دي اخر مرة هستحمى فيها وان عمري هيخلص. كنت واصلة للمرحلة دي بجد من 11 سنة. لو كان حد قال لي ان انا هبقى قاعدة دلوقتي بشتغل وبتكلم معاكو وبربي ابني ما كنتش هصدق. انا كنت فاهمة ان خلاص العمر بيخلص. في اليوم ده بعد ما خلصت قعدت فكرت، طب انتي مستسلمة؟ طب ابنك صغير عنده 2 سنين، طب انتي هتسيبين مين؟ طب خدي خطوة، طيب حتى لو انتي تعبانة خدي خطوة، يمكن حد يساعدك، يمكن ربنا يبعتلك الأسباب ويبعتلك المدد. كنت عايشة في رعب من فكرة ان ابني ما يبقاش ليه أم، وان انا اسيبه وهو صغير كده. تقريبا دي الحاجة اللي خلتني اتحرك، اسعى اروح لدكتور واسعى ان انا اخف. قعدت فترة طويلة باخد ادوية الاكتئاب والمنوم والمهدئ. قعدت فترة طويلة عندي خوف ورعب لما عشت في بيت لوحدي انا وابني. كان عندي رعب من فكرة اني عايشة لوحدي، وكان عندي رعب من فكرة ان انا هواجه الدنيا كده لوحدي. انا صغيرة جدا، صحابي كانوا لسه حتى ما اتجوزوش. الفترة دي علمتني حاجات كتيرة حلوة ووحشة. الحلو منها ان انا فهمت ان ربنا سبحانه وتعالى ما سابنيش، وانه ربنا مش بيضيعني، وانه واقف جنبي دايما مهما كنت فاكرة وفاهمة ان الدنيا غامقة. هو واقف جنبي دايما وهيلحقني. بس في حاجة وحشة اتعلمتها، عشان كده قلتلكوا عن الفيديو اللي هو بيتكلم عن كل مقاصد الدنيا مقترنة بالسعي. اتعلمت الخوف. الحياة بالنسبة لي كانت شكلين. الشكل الأول هو سباق بتاع واحد بيجري مستني جايزة، مستمتع بتمرينه، مستمتع بالسباق، مستمتع بالفترة اللي كان بيجهز فيها للسباق قبل ما السباق يبدأ، مستمتع بالرحلة، حابب النجاح، حابب الريورد اللي هياخدها في الآخر، حابب المكافأة اللي هيتكافئها. والمشهد التاني سباق برضو، بس واحد بيجري من كلب اسود وشكله وحش، وهو عنده رعب وبينهج وخايف وعمال يفكر في سيناريوهات وحشة وصعبة. السيناريو اللي داير في باله كله مرعب. للأسف التجربة بتاعت الاكتئاب مع الطلاق خلوني أخاف جدا. عشان كده بدأت الفيديو بالجزء بتاع كل مقاصد الدنيا مقترنة بالسعي، والسعي بيحركوا الغريزة، والغريزة بيحركها حاجتين، إما الحب وإما الخوف. في نقاش مع دكتورتي وصديقتي اللي عرفتها من 11 سنة من أول ما جالي الدبريشن، سألتها سؤال. قلت لها أنا حياتي فيها إنجازات كبيرة، بس أنا دايما حاسة إني بجري وبنهج وخايفة ومش مرتاحة. النقاش خلاني أشوف إن أنا اخترت
السيناريو التاني كنت شايفة الكلب الاسود ده حاجات كتير. الاكتئاب اللي انا خايفة منه، ان انا ما كنتش ام كويسة، اني ما نجحش في حياتي، اني ما كنتش محافظة على جسمي، احسن اغضب ربنا، احسن ازعله مني، خايفة من الوحدة، خايفة ابوظ شغلي، خايفة 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 خايفة، كل حاجات خايفة منها. فلقيت ان انا بعمل كل حاجة حلوة بس الموتيف بتاعي ما كانش حلو. ايه ده؟ هو انا كل ده ماشية بالخوف؟ هو انا كل ده بجري وبعمل كل حاجة كويسة وكل حاجة صح ربنا بيقدرني عليها عشان خايفة؟ انا فاكرة اللحظة دي كويس جدا. انا كنت بضحك وبعيط، مش بعيط عادي، انا كنت منهارة. السنين اللي عدت وانا مش فاهمة الحاجات الصعبة اللي انا كنت عايزة افيجر اوت، هو انا ليه بنهج؟ انا ليه حاسة ان انا مستنزفة؟ انا ليه حاسة ان انا مش لاحقة اتبسط بالحاجات؟ عارفين ليه ناس كتيرة لما بتيجي تشتغل على فكرة انها تعدل المفاهيم بتاعتها والمايند سيت بتاعتها ومعتقداتها وتنظف التراب اللي على مخها ونفسيتها، ليه في ناس ما بتكملش؟ لانك بتكتشف حاجات تخضك كتير، بتكتشف سكك غلط انت كنت ماشي فيها كتير، بتكتشف ناس ضيعتها وسنين ضيعتها ومواقف ضيعتها. موضوع بيخض في اوقات كتير. عشان كده في ناس ما بتكملش، وفي ناس لما بتكمل حياتها بتروح في حتة تانية. سكة انك تفهم وتشتغل على وعيك، وعمرك ما تقول كفاية، وعمرك ما تقول للفهم اللي بتعلمه كفاية. سكة انك تفهم عن نفسك وعن اللي حواليك وعن علاقاتك وعن مشاكلك بنية انك تبقى بتجتهد انك تحلها. سكة ما فيهاش نهاية غير لما عمرنا بيخلص. بتفهم وتوصل لمعنى الحياة، وبتفهم ان الحياة مش بيرفكت وان انت مش بيرفكت، وبتتقبل نفسك وبتتقبل اهلك وبتتقبل علاقاتك، وبتبدأ تفهم حاجات كتيرة انت ممكن تكون ماشي بيها بقالك سنين ومعتقد ان هو ده التمام وهو ده احلى حاجة وهو ده احسن حاجة، وفي الاخر تكتشف كوارث. عشان كده مفيش حاجة اسمها كفاية ان انا افهم. وعشان كده ان احنا لما بنيجي ندعي ربنا بنسأله البصيرة، بنسأله ينور عينينا، بنسأله انه يفهمنا ويفتح علينا بالفهم والمعرفة والبصيرة، انه الحاجات دي ممكن تغير حياتنا بجد. تخليك تشوف انت عكيت ازاي ومشيت في ايه وغلطت في ايه وتقدر تتفاداه ازاي. بيفهمك معنى الحياة. اتعلمت ان انا قدامي اعيش الحياة بطريقتين، اما اني خايفة لا افشل، وخايفة لا اكتئب، وخايفة احسن اكون ام وحشة، خايفة اكون تعيسة، خايفة احس بالوحدة، خايفة اكون انسان مش كويس او معملش كل اللي عليا، او ان انا اختار ان انا احب حياتي، احب نفسي، احب النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقني بيها، احب ان انا اكون انسان احسن، واحب ان انا اطور من نفسي كأم، واطور من نفسي كصديقة، واطور من نفسي على كل المستويات، اطور من نفسي على مستوى الشغل، احب ان انا اعيش في مستوى احسن، احب ان دماغي تكون احسن، احب ان اقرب من حواليا ناس طيبين. فرق كبير قوي بين الاتنين. الخوف بينجينا من حاجات وبينفعنا في اوقات كتير، لكن لو هو بقى الموتيف الحقيقي والمحرك الحقيقي لحياتي هضيع. مهما وصلت لنجاحات في حياتي مش هبقى مرتاحة، مش هبقى ممتلئة من جوايا امان وسكينة واطمئنان. كنت اعرف شخص عزيز على قلبي جدا كان خايف دايما انه يحب. ليه؟ عشان هو عينيه دايما على الألم اللي جايلي من ورا الحب ده ايه؟ الألم اللي جايلي من ورا اني اتعلق بحد ويبقى في حياتي وابقى وجوده يبقى بيسعدني. طول الوقت كان عينيه على الألم. الخوف احنا محتاجينه، بس محتاجينه بقدر ينجينا، مش يخليه هو المحرك الأساسي في حياتنا، المحرك اللي حرمنا من المتع بتاعت الحياة ومن المشاعر.
انا خايف اتبسط احسن ازعل، انا خايف احس ان احسن اتخذل، انا خايف اجرب احسن افشل، انا خايف اعيش. بنخاف نعيش، بيوصلنا ان احنا نخاف نعيش. رحلة انك تفهم ان مخك بيعملك الخوف المرضي من الحاجات، وبيخوفك دايما انك تغير الشغل وتسيب العلاقة اللي انت مأذي فيها وتسيب المكان اللي انت ما بتحبوش. بيخوفك من التغيير عشان هو عايزك في امان، وهو فاهم ان ده الامان، مع ان الامان ده ممكن يبقى منتهى التعاسة ومنتهى التعب ومنتهى الاستنزاف. عشان كده لما بتسمع حد يقولك انت اللي تشغل دماغك مش دماغك اللي تشغلك، دماغك متأثرة بحاجات كلها عايزاك تقعد على الكنبة، عايزاك تفضل بعيد عن الصراعات والجو. ليه تحب وتتألم لما ممكن تبقى تعيس وبائس وزي الفل؟ دماغك بتقولك كده بجد. دماغك بتقولك ليه تدور على شغل جديد بمرتب احسن وفي فرصة انك تقابل ناس احسن من اللي انت بتشتغل معاهم دلوقتي ومش طايقهم، في مقابل انك تفضل قاعد في منطقة الراحة بتاعتك؟ طب هو انت فعلا مرتاح؟ طيب انت مش عايز تحب عشان انت خايف تتألم. طب وانت دلوقتي وانت لوحدك وحاسس انك بائس كده ووحيد وطول الوقت مفتقد لحاجات معينة وبتنكرها عشان انت خايف منها، انت كده مرتاح؟ العلاقة اللي انت او انت فيها وعارفين انها مستنزفاكوا ومبهدلاكوا ومخك بيقنعك انه هو انا لسه هعرف حد جديد، هو انا لسه هقابل ناس جداد، مخنا طلع بيسوحنا بطريقة مرعبة. فما كنتش بفهم لما اسمع ناس خبراء في علم النفس والحاجات دي يقولوا انت اللي تمشي دماغك مش دماغك اللي تمشيك. ايوه ليه يا جماعة؟ ما طلعت الدماغ ساعات كل تصرفاتها بتبقى قايمة على الخوف. يعني ايوه انت ايه ادلتك؟ يعني انت مش عايز تسيب شغلك اللي معكنن عليك حياتك، ولا العلاقة اللي معكننة عليك حياتك، ولا تاخد القرار اللي موقف حاجات كتير في حياتك، او تعامل الناس اللي يستاهلوا اللي انت عايز تبعدهم عنك عشان خايف احسن تتألم، احسن الموضوع ما يمشيش، احسن يكسروا قلبي فبضيعهم عشان ابقى لوحدي بائس فبقى سليم. يعني طلعت دماغي بتاخد قرارات غلط. يعني انا طلعت بتصرف بناء على الخوف. يعني انا طلعت بخاف اخد قرارات تجيبني لقدام لمجرد ان انا خايف من الفشل. طب هو فين الفشل؟ ما جاش. الفشل جوه دماغي انا وجوه احساسي انا بس، لكن انا لسه ما فشلتش ولا حاجه. فطلع ان دماغك بتحسسك بخطر مش موجود وبفشل ما حصلش، فبتخليك تخاف تجرب، فبتخليك تبقى خايف من انك تتطور. في قصة كده مشهورة قوي في العلاج النفسي ان في ناس بتبدأ علاج وما بتكملش. ليه ما بيكملوش؟ احيانا بنتوتر لما بنشوف مشاكلنا، بتحس انه يا ابني وانت هتقعد تحل كل ده؟ طب ما تخليك تافه حزين احسن، طب ما تخليك بائس وحيد احسن، طب ما تخليك في نفس البلاطة اللي انت واقف جواها وما اتحركتش. ما عنديش مشكلة مع دايرة الراحة خالص، بس لو دايرة الراحة دي مريحاني. لو مش مريحاني او مخلياني باخد قرارات بتضرني او مخلياني بضيع فرص وبني ادمين كويسين من ايدي، تبقى دي مش دايرة راحة، تبقى دماغي مسوحاني. احيانا محتاجين نطلع بره دماغنا شوية، نختار حد امين على مشاعرنا واحاسيسنا يساعدنا نشوف ويساعدنا نوعى. ساعات بيكون كل اللي احنا محتاجينه في الدنيا ان ربنا يرزقنا البصيرة والحكمة في القول والعمل. لو كنتوا شفتوا الفيديو لحد الاخر فشكرا والله. لو الفيديو عجبكم اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوز الجديدة، ولو حابين تعملوا معايا سيشن اونلاين هسيب لكم رقم الواتساب عشان تحجزوا عليه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.